معلش بقى مع احترامي للجميع، بس الرقاق عندنا في حتة تانية خالص. هتاكلوا شوية رقاق بس مش هتقولوا عليهم رقاق، هتقولوا عليه فطير، هتقولوا عليه باشا خطير. عايزة بقى اقول لكم ان بتوع الهيلثي ملهمش دعوة خالص بالفيديو ده، لان الاكل المصري لما بيتعمل على اصوله مبيبقاش ليه اي علاقة خالص بالهيلثي. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجه هنجهز 3 حاجات على جنب. هنجهز نص كوبايه من اللبن السخن، وعليها معلقه كبيره من القشطه، ومعلقه كبيره من السمنه، وعليها رشه ملح ورشه فلفل اسمر، وهنقلبهم مع بعض وهنسيبهم على جنب. تاني حاجه هنجهز بوله فيها كوبايه زبادي، ومعلقه كبيره من القشطه برضو، ومعلقه كبيره من السمنه، وبيضه، ورشه ملح، ورشه بيكنج باودر، ورشه من الفلفل الاسمر. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا لغايه الخليط كده ما يتجانس مع بعضه زي ما احنا شايفين. دي تاني بوله هنسيبها على جنب. تالت بوله بقى هنجيب الشوربه، لازم تكون شوربه دسمه، شوربه بط بقى، شوربه لحمه ضاني. دي شوربه لحمه ضاني، حطيت فيها معلقه كمان من السمنه ومعلقه من القشطه. القشطه دي يا جماعه بتاعت وش اللبن، بنكون محوشينها عندنا في الفريزر. هناخد منها برضو نص كوبايه وهنسيبها على جنب قبل ما نبدا نسقي فيها الرقاق. وهنجهز الصينيه بتاعه الرقاق وهندهنها بالسمنه، وهنبدا بقى ناخد من الشوربه لازم تفضل على نار هاديه طول ما انتي شغاله في تحضير الصينيه بتاعتك. هنسقي الرقاقه رقاقه كده بالشوربه اللي فيها السمنه والقشطه كده زي ما احنا شايفين. هنشربها حلو من كل ناحيه، وبعدين نرصها في الصينيه بتاعتنا. هنجيب بقى البوله التانية اللي احنا عملناها اللي فيها الزبادي والبيضه، ونبدأ ندهن الرقاقة اللي احنا سقيناها حلو قوي بالطبقة دي. ودي تاني واحدة هوريكم. انا هعمل الصينية بتاعتي 6 رقاقات، 3 فوق و3 تحت، وفي النص اللحمة بتاعتنا. وده طبعا بيتوقف على سمك الرقاقة وعلى حسب مزاجك في الاكل. يعني بتحبي صينية الرقاق تكون تخينة، زودي اعمليها 4 فوق و4 تحت. بتحبيها رفيعه قوي يبقى 2 فوق و2 تحت. انا بعملها متوسطه 3 فوق و3 تحت، وبرده زي ما قلت لكم حسب سمك الرقاقه وتخنها معاكم زي ما هتشوفوها. يعني انتوا هتكونوا مقدار نفسكم كده. حطينا 3 تحت، وهنبدأ بقى نرص اللحمة المعصجة بتاعتنا في الطبقة اللي في النص زي ما احنا شايفين. طبعا اللحمة المعصجة عملناها مع بعض كذا مرة قبل كده على الفيديو وعلى القناة. وبعد ما حطينا اللحمة رجعنا نرص ال3 طبقات التانيين من الرقاق بنفس الخطوات، بنفس المادة الدهنية اللي بندهنها اللي احنا عملناها مع بعض. واخر واحدة كده هنبدأ نحط بقى على الوش برضو بقية الخليط بتاعنا اللي هو الزبادي والبيضة، ونبدأ نقطع. شايفين ما شاء الله الصينية اصلا لوحدها بقت طرية جدا جدا جدا. انتوا يا جماعة بالطريقة دي بتاكلوا فطير مشلتت، مش بتاكلوا رقاق خالص. وادي كوباية اللبن اللي شلناها على جنب في البداية، هنبدأ نسقي بيها الرقاق بتاعنا بعد ما قطعناه علشان ينزل في النص كده ويتوغل جوه صينية الرقاق. وبرده كوباية الشوربة نفس الحكاية، نبدأ برده نسقي بيها الرقاق بتاعنا. واخر حاجة بقى هنسقيه حلو ونحاول نوزعه كده كويس على الصينية. اخر حاجة دي خطوة مش اختيارية، دي مهمة جدا وبتفرق جدا في طعمه، ان احنا نحط على وشه كده معلقه كبيره من القشطه ونفردها على وشه. طبعا هنكون مجهزين الفرن ومسخنينه حلو قوي. هنحطها في الشبكه اللي في النص، ونفتح عليه من تحت ومن فوق الشوايه، يعني علشان يستوي من الوش ويستوي من تحت كمان. شايفين التحفه والجمال في نفس بقى التقطيع اللي احنا كنا مقطعينها قبل ما يدخل الفرن. هنعيد عليها بس كده، ونبدأ بقى نطلع من الصينية التحفة والجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القشطة ما شاء الله عاملة ازاي في الصينية؟ والله هتاكلوا حتة صينية رقاق مش هتقولوا رقاق. يعني محدش هياكل الصينية دي عندكم الا لما هيسألكم الطريقة. لازم يسألكم عن الطريقة من جمالها، مختلفة ومميزة وطعمها في حتة تانية خالص. في اكلات كده مصريه يا جماعه لازم تتعمل دسمه على اصولها بالطريقه صح عشان تطلع جامده جدا. بس كده خلاص، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده ونورتوني. باي باي.